القائمة كان نعمل عليها طلة هكا من بعيد تحس اللي هي متكاملة وتستحق وعمل اللازم سامي طرابلسي. اما كي تجي تقدم وتركز في حاجات نجموا نحكيو عليهم ونقاط استفهام كبيره برشا. اول حاجه خلينا نبداو بالباهي اللي هي عوده علي معلول للمنتخب. عوده علي معلول كاس افريقيا غاب عنده سنين توا، مي كاس العرب اللي عملها في ظل المستوى طايح برشا للمنتخب. علي معلول ظهر عنده مستوى كبير ياسر. بالنسبه للخايب فما حاجه ما فهمتهاش، علاش 4 حراس؟ علاش 4 حراس ولا محاباه؟ ما تنجمش تنحي الفرحاتي حطيت معاه صبري بن حسن 4 حراس وضيعت انت بلاصه. كنا نجم نشوفوا مثلا خليل العياري اللاعب الشاب اللي يلعب تو في باريس سان جيرمان، كنت نجم تعطيه فرصه. الحاجه الاخرى مروان الصحراوي علاش استبعد؟ انت قلت سيتان شوا، كي علاش الشوا هذا نحبوا نفهموا معناه اللي انا كنت نراه لازم يكون موجود. جبت انت ادم عروس باهي، هذه حاجه اخرى باهيه للمنتخب. اما فما مشكله كبيره اللي ما عندناش جناح ايمن، ما عندنا حتى اليا دروا دو ميتيي. نفس المشكله في كيما في كاس العرب هنا زاد كيف نعيم سليتي مازال مضروب، ينجم يحضر ينجم لا، باش تقعد تستعمل في مرتضى بن وناس جوكير مره رير جوش كي تضرب لك علي العابدي، مره باش تحطوا اليا دروا. مشكله كبيره برشا اللي احنا ما عندناش جناح ايمن في كاس افريقيا. الحاجه الاخرانيه اللي نختم بها اللي هي الجزيري، مع كل احتراماتي ليه كامل لاعبي، اما في المنتخب ما عنده ما ينفع وما لازمش ينفعنا. دونك بالنسبه لي انا كنا نجموا نجيبوا في بلاصته هو اي لاعبي اخر نستحقوه. وكهو اكتبوا لي انتم رايكم في التعليقات، شكون اللاعب اللي يستحق الدعوه وما عيطلوش سامي طرابلسي، ولا شكون اللي عيط له وما يستحقش الدعوه هذه.